يا جماعة شفتوا فيديو الدكتورة اللي هي عملت حركة غير لائقة قدام الكاميرا واتصورت؟ بجد الفيديو ده محير جدا، مش عارفين نروح يمين أو شمال. جزء بيقول هي الدكتورة دي اتعرضت لإيه من الضغط النفسي والتوتر عشان توصل للمرحلة دي. بصوا شوفوها في الفيديو، بصوا الماسك فيس اللي هي خدته من كتر الضغط والستريس. الدكتور معروف ان هو بيبتسم وبيضحك، ده اللي معروف. فهي وصلت للدرجة دي ازاي؟ دماغي بتحاول تحط عذر لكن مش قادر. الفريق الطبي كله ماشي ببرنسبلز واخلاقيات ما ينفعش يحيد عنها، لان دي جزء لا يتجزأ من شغله. في نفس الوقت المريض ليه ظروفه، المريض بيبقى تعبان وطهقان وزهقان وخايف، برضه هو كمان في ستريس. بجد الموضوع محير جدا، محير. بس اللي قلبي وعقلي بيقولوا ان احنا ندي اعذار الاثنين، نحاول ان احنا نتكلم على الستريس اللي الدكاتره بيتعرضوا له، لان الدكاتره في منهم بيتضرب، في منهم بيضرب، في منهم بيتعرض لضغط لدرجة ان هو ممكن يطب ساكت. برضو المرضى ليهم عذرهم، مرضى تعبانين مخنوقين، عايزين فعلا كيرنج، عايزين فعلا يلاقوا حد يطبطب عليهم. ده رأيي، قولوا لي رأيكم. بجد انا مستني اعرف رأيكم لان الموضوع محير جدا.